السلام عليكم يا جماعه. انا حرفيا بتلكك علشان ما ذاكرش. انا ما اتكلمتش مع حد من الصبح، فانتوا لازم تسمعوني لاخر الفيديو. بتوع اولى وثانيه ثانوي بيقولوا لي عملتي ايه في اولى وثانيه ثانوي وازاي نجيب درجات كويسه فيها. انا في اولى ثانوي بجد كان عندي حماس رهيب، وكل يوم بصحى الصبح الساعه 6 الصبح كل يوم اقعد اذاكر. لان انتوا دلوقتي منهجكم اخف بكتير مننا ساعتها، لان انا ساعتها كان عندي بتاع 10 مواد مثلا ولا 11 ماده حاجه كده، فانا كنت محتاجه اذاكر كذا ماده في اليوم علشان لو ذاكرت ماده كل يوم مش هيبقى كفايه. المدرسه بتاعتي بعيده عني، فانا ما كنتش بروحها خالص، ما كنتش بحضر امتحانات الشهر، ما كنتش بحضر اي حاجه. في ثالثه اعدادي كنت جايبه 97.9% وكنت عايزه اخش ستيم، والحمد لله ان انا ما دخلتهاش. دخلت الامتحان، انا متاكده ان انا كل امتحان دخلته سواء فيزياء كيمياء احياء رياضه اي حاجه، متاكده 100% ان انا مقفلاه. والله يا جماعه لما شفت النتيجه انا اتصدمت. ازاي الدرجات دي بتاعتي انا؟ لا مستحيل. طلعوا منقصيني كتير جدا جدا بسبب الحضور وامتحانات الشهر. فانا من صدمتي قلت والله العظيم ما مذاكره تاني. طالما انا ذاكرت وجبت الدرجات دي خلاص مش هذاكر. وفعلا اولى ثانوي الترم التاني وتانية ثانوي انا ما فتحتش كتاب. وصل بيا اليأس والصدمه لدرجه ان انا لما كنت بخش الامتحان مش ببقى عارفه اصلا ايه الماده اللي عندي، بتفاجئ قبل الامتحان بنص ساعه مثلا او قبل الامتحان بيوم. المواد الوحيده اللي انا كنت بذاكرها هي العربي والانجليزي، ان هي طبعا المواد اللي هي هتكمل معايا في ثالثه ثانوي. بس ما كنتش بذاكر احياء خالص، ما كنتش فتحت فيها كتاب. هتقولوا لي طبعا عشان انت كده كده هتخشي علم رياضه فما لهاش لازمه. لا، انا ما فتحتش الرياضه برضو. فقبل امتحان الاحياء بساعتين كده حسيت اللي هو يا نهار اسود، انا مش عارفه اي حاجه فيها خالص، انا ممكن اسقط. فرحت فاتحه فيديو على اليوتيوب كان حوالي ساعتين باين، شفت اول نص ساعه فيه ودخلت امتحان الاحياء جبت 56 من 60. الفيديو ده كان فيديو حل، انا حرفيا كنت ببصمج الافكار اللي في الفيديو، والحمد لله دخلت الامتحان لقيتها كل الافكار اللي المدرس قالها لقيتها في الامتحان. طب كنت بتعملي ايه طول السنتين اللي فاتوا دول؟ انا كنت مركزه قوي 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 على الالماني. انا اصلا فرنساوي، يعني انا لغتي الثانيه فرنساوي، فكنت بذاكرها كويس قوي في اولى ثانوي، لان في اولى ثانوي كانت لسه مضافه للمجموع فكنت بذاكرها. طب ايه علاقه الالماني وتعلمت الماني ازاي؟ جماعه بجد اللي عايز يتعلم الماني مثلا او اللي عايز يتعلم لغه معينه ايطالي ايا يكن علشان يسافر بره ما ياخدهاش كلغه تانية. بجد هتتعذبوا وهتكرهوها، وشرح المدرسين فيها بيشرحوا منهج، هم حرفيا بيبصمجوا جواكم المعلومات علشان تخشوا الامتحان وتنجحوا، بس مش بيشرحوا لكم لغه. وانتوا لو خدتوا اللغه اللي انتوا عايزين تسافروا بيها كلغه تانية هتكرهوها ومش هتحبوها وهتكرهوا البلد. فانا مبسوطه جدا ان انا ما خدتش الالماني كلغه تانية. طب احنا لو عايزين نتعلم لغه عشان نسافر بيها نعمل ايه؟ خدوا كورس فيها، ما تصرفوش فلوسكم عليها في الدروس لان انتوا مش هتفهموا حاجه. منهج اولى ثانوي كامل انا خدته في شهر واحد في الكورس. انتوا لما تتكلموا اللغه دي او تتعاملوا بيها بره محدش فارق معاه اصلا الجراماتيك بتاعكم عامل ازاي ولا البروبوزيشن بتاعكم عامل ازاي، هما بس عايزين لغه تواصل مش اكتر. خدوا فيها كورس ومارسوا اللغه، علشان الكورس برده مش كفايه. مارسوا اللغه في موبايلكم مع ناس اجانب، اتكلموا مع نفسكم، اكتبوا. انا مستواي في الالماني كان ممكن يوصل دلوقتي مثلا لسي 1 سي 2، مش درجه سي 2 برده، اللي هو مثلا سي 1 سي 2. لو انا ما اتمرقعتش كتير في اللغه، لو انا مارستها مش اعتمدت على الكورس بس. فانتوا ممكن تتعلموا لغه كامله مثلا زي الالماني في مثلا 9 شهور. يعني مثلا حد مش عربي جاي يكلمكم مثلا بيقول لولد انتي او بيقول لبنت انت، هل هيفرق معاكم؟ لا مش هيفرق معاكم، المهم ان انتوا تكونوا فاهمين بعض بس. هم بره كده برضه، يعني محدش فارق معاه انت بتقول له انتم ولا بتقول له انتي. اوعوا تطنشوا 100% لان انتوا ممكن تتفاجئوا في اخر السنه بملحق. انت حابب تجيب مجموع، ذاكر واعمل امتحانات الشهر وكل الحاجات دي. لو انت مش فارق معاك الدرجات، المهم ان انت تعدي السنه وخلاص وتنجح، ملهاش لازمه ان انت تحضر دروس وتدفع فلوس فيها. احضر على اليوتيوب وخلاص مشي دنيتك. تحطش نفسك في دايره اللي هو انا خايف قوي من النتيجه، انا خايف اجيب ملحق، خايف اسقط. خليكوا دايما في السيف سايد. السلام عليكم.